السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بمتابعي الحبيب الجملي للتجديد الرقمي في التربية والثقافة. كما وعدتكم ومع بداية السنة الدراسية 2023-2024، أتمنى أن تكون موفقة لكل الزملاء والزميلات، لكل التلاميذ ولكل الأولياء. إن شاء الله سنة مكللة بالنجاح. إذا جبت لكم العمل اللي بقيت تقريبا سنتين نحضر فيه. عمل يستحق له المربي يعاونه في تأدية الرسالة متاعه، وهو السبورة الرقمية. إذا سبورة رقمية تقريبا هي الأولى في تونس وفي العالم العربي، اللي تلبي حاجيات المربي والتلميذ. إذا السبورة الرقمية اللي وعدتكم بيها باش نهبطها على موقع روافد الإبداع والتجديد في التربية والثقافة اللي تعرفوه المجموعة متاعي، باش نهبطها في شكل ملف مضغوط سبورتي 2023، وباش نوريكم توا كيفاش نحلوا الملف ونصبوا السبورة كيفاش نتعاملوا معها. إذا تابعوني. السبورة باش تكون نسخة تجريبية بحول الله لمدة 15 يوم، نجموا تنزلوها لمدة 15 يوم مجانا، ومن بعد نتفاهموا إذا كان عجبتكم، نتفاهموا في الثمن اللي باش يكون إن شاء الله مناسب لكل الزملاء والزميلات. إذا هذا هو الملف المضغوط. نعمل استخراج هنا. إذا استخرجنا الملف سبورتي 2023، باش نحلو الملف باش نلقاو فيه التطبيق سبورتي، وباش نلقاو فيه السريال اللي هو صالح لمدة 15 يوم، يعني باش نجربوا 15 يوم مجانا، ومن بعد اللي يحب يشري مرحبا به. إذا هذا التطبيق نصبه عادي كأي تطبيق آخر، نضغط عليه مرتين. إذا next، هنا الموافقة على الشروط. next. إذا هنا افاست حب يعمل لها طلة يشوفها هل هي خالية من الفيروسات ولا لا. إذا كما قلنا next create a desktop icon، يعني باش تعملي أيقونة على الديسكتوب على البيرو. next install. إذا فينيش. السبورة متاعنا تطبيق وقع تنصيبه على الحاسوب متاعنا. به نفتح ملف سريال. إذا تاريخ الإنشاء هو اليوم 6/9/23، وتاريخ الانتهاء 21/9/23. إذا هذا هو السريال. نعمل كوبي، ساكر الملف متاعي، وباش نلقى الواجهة واجهة التسجيل في تطبيق السبورة الرقمية، يعني الحبيب الجمعي لتجديد الرقم في التربية والثقافة. هذا هي الايميل متاعي، هذا هي رقم الهاتف، وكما قلنا السبورة متاعنا تتحل بالسريال. إذا هنا نعمل كولي، تحط السريال فم، وننزل على التفعيل. إذا هذه السبورة الرقمية. سنجد واجهة ترحيبية: مرحبا بكم في برنامج سبورتي من إنتاج المربي المجدد الحبيب الجملي 2023. إذا
عدد الأيام المتبقية 14 يوم. إذا السبورة فيها مجموعة سبورات في الحقيقة، سبورة اللغة العربية، سبورة الفرنسية واللغات الأخرى، سبورة التصوير، تحرير النص، فتح ملفات، فتح ملف البي دي اف، فيديو، صوت، ألعاب تربوية، عرض صور، المبرمج والخروج. إذا نبدأ على بركة الله بسبورة العربية. ننزل على الزر الأحمر فتفتح سبورة العربية. إذا هذه كما قلنا سبورة لتعليم الخط. إذا أبعاد الحروف قدامنا، كل حرف قداش أبعاده. مثلا هذا حرف الآ، إذا نختار اللون اللي نحب نكتب به، نختار هذه القلم، يعني سمك القلم، فما 6 8 فما كما أي برنامج. إذا نقول احنا نختار 14 ونكتب الألف بسمك 14. يبدو حتى 14 كبير شوي، نقصه 12 تقريبا باهي. حبيت نقص نمشي 10 مثلا، نختار لون آخر. وبالطبيعة عنا مبيحات تفسخ، عنا هدايا نحبو ندرجو فيديو تابع المادة ولا كده. هنا تصوير الشاشة، هنا ألوان أخرى، كي ننزل هكا تعطيني ألوان أخرى. اختار مثلا اللون هذا، تكتب لي باللون هذا. به فسخو. هنا سبورة بيضاء للشرح، هنا سبورة مخططة للخط، وهنا سبورة خضراء. إذن هذا فيما يخص سبورة العربية. نجم أيضا ندرج صورة أو نعرض صورة. الدراج صورة تنجم تكتب عليها وتنجم تعمل كل شيء، وعرض صورة للعرض فقط، انت تجي تكتب وهي تختفي. إذا هذه عرض صورة للعرض فقط. نشوف ونعمل تجربة. كي ننزل على هذيك تمشي بيا للبيرو ولا وين حاجتي أنا، ونخبي الملفات متاعنا. نحلو الملف مثلا، ناخدو أي تصويرة جي بي جي. ناخدو تصويرة تمرين خط عربية. هنا احنا قلنا عرض صورة، كي نعرض الصورة كنجي باش نكتب، الصورة تختفي. بينما في إدراج صورة كنجي ندرج صورة، مثلا هذا مثال خط، نجم في إدراج صورة نجم نكتب عليه. ناخده مثلا 8، نجم نتبع وتبع المثال متاع الخط. بالطبيعة اللي عنده سبورة تفاعلية نجم يعتمدها في السبورة التفاعلية، واللي ما عندوش سبورة تفاعلية نجم يعتمد أقلام السبورة. كيف نفس الحكاية مع سبورة الفرنسية واللغات الأخرى. هذه باش تلقى فيها يعني أمثلة يطلعوا كنا، أو يطلع الكنا ويطلع الكنا مثال متاع خط. ولا إذا كانت تحب سبورة بيضاء موجودة، سبورة خضراء موجودة. كيف إدراج صورة وعرض صورة وسمك القلم، ألوان أخرى، ألوان اللي عندي هدية إلى غير ذلك. نمشوا للتصوير. سبورة التصوير، سبورة التصوير هي للرسم. بالطبيعة للرسم هذه الألوان
عندنا الألوان أخرى زاد هنا كيف كيف. عندنا سمك الفرشاة أو القلم، عندنا ذوما عينات لرسم وجه. عندنا كيف كيف نفس الواحد، عرض فيديو، عرض صورة وإدراج صورة. هذه ديما تصوير الشاشة، تصور لك العمل اللي انت قمت به. نمشوا لتحرير النص. تحرير النص هو برنامج كيما الوورد تقريبا، برنامج كيما الوورد نجم هنا تكتب عليه. كان عندك كيما العادة قلنا سبورة تفاعلية وإلا سبورة عادية تكتب بالكلافي. مثلا صباح الخير، عنا صباح الخير. عنا هذه هنا تحديد الكلام، عنا هنا نخلوه في اليمين وإلا نوسطوها وإلا نخلوها على اليسار، لأن نحن نوسطوها نشوف نوسطوها. عنا هنا الخط، سمك الخط، نضرب شوية يخرج لنا نوعية الخط وسمك الخط. هنا نجم هذه نغيرها اريال مثلا جرا، هنا 10 نبدلها مثلا 20 ونقول اوكي. هنا لون الخط، عندنا الوان مثلا نبدلوها بالاحمر. اذا هنا تنجم تكتب مثلا النص اللي حاجتك بيه، تنجم تشرح عليها، نجم تكتب الاملاء. إن فوا عنا املاء هنا نجموا بعد ما نكتبوا النص في الاملاء عنا اخفاء النص، نخفوا النص والا اظهار النص. وهذوما الكل كيف كيف ادراج فيديو، ادراج صورة. هذوما تو بالتدريب نجموا موجودين كيف كيف هنا. جديد، فتح، حفظ، خروج، تراجع، تكرار، قصد، نسخ، لصق، تنسيق، خط، لون، كذا، إدراج. باهي نمشوا للملفات. فتح الملفات. السبورة متاعي يعني فيها خاصية تميز على كل السبورات الأخرى. الخاصية هذه أنت عندك درس مثلا في الوورد وإلا في الباوربوينت ولا في الإكسل ولا في البانت ولا في البلوك نوت، ولا تحب حاجتك بكالكولاتريس، يعني السبورة متاعي تجيب لك الملف اللي حاجتك بيه من بين هذه الملفات. ناخذ على سبيل المثال الوورد، انا حاجتي ملف وورد. اذا نكليكي على الوورد يخرج لي الوورد هكا تشوفوه، باش يخرج ويتحل الوورد. بالطبيعة هذا ملف الوورد متاعي نجم نكبره هكا كبير. هنا انا خليه باش تبيعه باش يخرج لك فارغ، وانت كالعادة عندك الملفات متاعك في الملفات ولا على سطح المكتب، تجيب الملف اللي حاجتك بيه. واضح؟ مثلا نحب نجيب كالكولاتريس، انا حاجتي بعملية حسابية تجيني الكالكولاتريس، نجم نحركها وين ما نحب انا، نجم نعمل عمليات اللي نحب انا. 45 مثلا الا 5 يساوي 40، لان هذه كالكولاتريس. هذا هي الباوربوينت، هذا الاكسل، هذا هي البانت، وهذاك البلوك نوت اذا كنت تحب تسجل معلومة. هذايا في كل الحالات نجم تسجل وقت تخرج ملفات تستعملها عادية. تسجل اللي تحب، تخدم اللي تحب، تنرجستر، تمبريمي اللي تحب انت. باهي نتعدوا. البي دي اف حطيته وحده كملف لانه خاصية وحده. اذا هذايا اذا كان عندك عمل بي دي اف تحب تجيبه هنا، نجم تجيبه open PDF ولا افتح بي دي اف. باهي حطوا افتح بي دي اف، يمشي بيا وين حاط انا البي دي اف متاعي، سواء في الملفات او في سطح المكتب. ناخده مثلا جدول حروف او بي دي اف، يجي هنا يتحللنا على السبورة.
تقدروا شوية بتبيعها وتحل على السبورة. كيف هنا نفس البي دي اف، تنجم تعمل زوم، تنجم تعمل زوم اوت ولا زوم ان، تنجم تطبع، تنجم تحفظ كل شيء، فهمتني؟ وتمشي هدايا اذا كان انت درس تلوج على الحرف الحاشك بيه وتقريه من خلال الملف اللي انت حافظه فيها. اذا انتهينا من البي دي اف كلاود. نسكر الملف ونتعدى الى الفيديو. اذا سبورتي تدعم الفيديو كما قلت لكم. ننزل على الفيديو باش تخرج لي شاشة الفيديو او سبورة الفيديو. اذا هذه سبورة الفيديو. من ملف هنا نفتح ملف وادراج فيديو او صوت، كليك عليها. نمشي نشوف انا وين حاط الفيديو متاعي. مثلا انا حاط فيديو MP4، نشوفوا هدايا، نعملوا اوفرير، جينا الفيديو. أنا الدبدوب، لعبتك المفضلة. وكيف تتكلم؟ وكيف جئت إلى هنا؟ أنا أتكلم بالطبيعة نجم لأننا في نوقف حديقة الفيديو، نجم نوقف الفيديو، نجم نواصل، الحروف، نجم نزيد وسأكون الصوت، معك نجم ولن ننقص. أتركك أبدا. شكرا لك يا دبدوب. هل يمكنك إذا هذا دايما مساعدتي في البحث عن السبورة التاج الرقمية الجميل؟ الجديدة. إذا هنا ندرجوا الصوت، نجم تدرجوا من هنا ولا تمشي الصوت كما تحب انت، خاطر باش نقول نفس الملف يعني هذه نجيبوا صوت عندي MP3 صوت به قطعتي صغيرة. إذا كان عندك أنشودة من الأناشيد ولا كذا نجم تستعرضها على السبورة الرقمية. قطتي صغيرة واسمها نميرة، كما الفيديو بالضبط. نجم نوقف، نجم نواصل، ذيلها طويل، نجم نعلي في الصوت، نجم نقص الصوت إلى غير ذلك. تعدوا توا إلى عرض الصور، وهذه نستعملوها برشا في لا عفوا ألعاب تربوية. قبل مش ألعاب تربوية باش تخرج لنا السبورة هذه فيها ألعاب قراءة وألعاب إنتاج كتابي بالعربية وبالفرنسية. نمشوا مثلا ألعاب القراءة، هذه لعبة التركيب والتفكيك إلى غير ذلك. عندنا هذوما الكل نجم نجيبوا فيهم صور، هذوما من فوق نجم نجيبوا فيهم صور، أو قبل الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، سواء كانت صور متاع مقاطع حروف ولا صور يعني انت حاجتك بها في تركيب و تحليل الكلمات. نجموا نشوفوا مثال، ناخذوا هذه 1، ننزلوا على 1 باش يمشي بينا وين مخبي انت الصور متاعك. مشينا للبيرو، باش ناخدو صورة كما جاء. فهمتني؟ تنجم تعملها مع يعني حروف ولا كذا. نمشو ملف، وين ملف فيه صور، يعني نمشو مثلا الواقع المعزز، نحل الواقع المعزز هنا، ناخدو اي صورة من الواقع المعزز. مثلا ناخدو صورة هذه مثلا اوفرير، تطلع لي الصورة هنا والا المقطع هنا. الحاجة اللي في الاخرى انك باش تنقلها للقطار هي بعملية السحب. كيف اي واحد من هذوما لازم تحط فيه مقاطع صور كذا وتسحب للقطار
قطار الكلمات ولا قطار التركيب والتركيك. باهي، تعدوا للآخرين هذوما كيف كيف تنجم تكتب فيهم، اللي حاجة تحب انت. مثلا هنا نجم نكتبوا فيهم مك، خرجوا هذوما بطبيعة بعدوهم كملنا منهم. تو نحب بالكتيبة هذه كيف كيف نجم نجيبوا لنا الاخر، مثلا نكتبوا فيه تاء، نجمو نجيبوه لنا الاخر، مثلا نكتبوا فيه باء. مكتبة والاخر نكتبوا فيه تاء، تاء مربوطة بالطبيعة، مكتبة. وانتم عدوا العاب القراءة اللي حاجتكم بها، او كتبت مكتبة. به بالفرنسية بالطبيعة باش تبدل كل شيء، تبدل القطار الوجه متاعو، تتبدل الحروف كل شيء انت باش تتحكم فيها كمربي. به نمشوا توا للإنتاج الكتابي. الإنتاج الكتابي هذوما نجم تكتب فيهم أي نص حاجك بيه، وهذوما تجيب بهم أي تصويرة حاجك بها. إذا كيف كيف هم 4، 1 2 3 4. عنا 1 نمشوا مثلا نجيبوا تصويرة كمشهد أول، هاكا طلع لنا هنا. كيف كيف هذوما يتنقلوا، تنجم ترتب، تنجم كذا كيف كيف حتى أنا تنجم ترتب، تنجم 1. هذيك علاش عملناها ألعاب. عندنا هذوما اللي قوم خاصين بالمشاهد، وهذوما اللي محات اللي قوم هذوما خاصين بالنصوص. إذا باش نمسح على النص رقم 1 نجم نمسحه بالكيرسير وإلا مباشرة بالقوم. هذايا مثلا أنا كتبت الكل ونحب نمسح الكل، ننزل على هدية تمسح لي الكل، المشاهد والنصوص. إذا هذا فيما يخص ألعاب التربوي. نتعدوا توا إلى الصورة، وهنا نجموا نسألوها في لا إله إلا الله محمد رسول الله في التواصل الشفوي، عرض يعني صور التواصل الشفوي باش تبين مشهد كبير. إذا كيف كيف ننزل على المصورة، نمشي للبيرو متاعي، نمشي وين حاط انا الصور متاعي بالطبيعة باش نكون محضر درسي في ملف. هذا الملف متاعي. مثلا نشوف هنا صور التواصل الشفوي سنة أولى هكا موجودين. عايشتي أنا بالتصوير هذه، نكليك عليها، نعمل هنا جيني المشهد لهنا. حاب نبدل مشهد آخر بالطبيعة نفسخ هذا ونجيب مشهد آخر. إذا هذا في عرض الصور. هدايا المبرمج شكون اللي عمل السبورة هذه؟ هو عبدكم المتواضع الحبيب الجميل للتجديد الرقمي في التربية والثقافة. هذه السيرة الذاتية. ثم هنا الخروج. إذا نجم نخرج من هنا. موريتكمش حاجة أخرى، في كل سبورة نجم الحاجة اللي خدمتها تسجلها. ناخذ على سبيل المثال نعرض الصورة، نجيبوا صورة مثلا، نجيبوا صورة مشهد هذا مثلا، نحطوا لنا مشهد هذايا انا نحب نحتفظ به، والا درس والا فقرة والا تمرين ولا كل شيء. فمتني نعمل تصوير الشاشة. كي ننزل على تصوير الشاشة باش يقول لي وين تحب تسجلها. مثلا نقولوا على البيرو ونعطيها اسم، نعطيها من غير اسم، انت تسميها مثلا نقولوا احنا تجربة اولى. تجربة اولى نعمل اوريجستري. لقد تم الحفظ بنجاح. اوكي واضح. اذا كان نخرج واحنا من هنا ننزلوا السبورة بتاعنا لوطة، تو نلقاها هيك
تجربة أولى اللي حفظناها على سطح المكتب، سواء صورة ولا فقرة ولا تمرين ولا حاجة تكبها باش ترجع لها. هيك الصورة متاعنا اللي حفظناها نحنا، أنا بالطبيعة جبت معها دوكا في السبورات. لا، في السبورة إذا كان تروجستري من السبورة ما تعطيكش الأزرار وكل شيء. إذن هذه الصورة اللي أخذناها. نرجع سبورتنا. مثلا نمشوا لتحرير نص. تحرير نص احنا كتبنا صباح الخير من ملف هنا، باش نحفظوها. مش نقول لك وين تحب تحفظها، مش نقول له باش نحفظها مثلا على سطح المكتب. نقول له بدو عملنا تجربة، نعملو بالفرنسي مثلا تيست 1. نوقع على البيرو، نعمل اوريجستري. باهي، نخرجو من هنا، نهبطو سبورة لوطا، هاتو نلقاوه الملف ريتو تيست 1. هاكا هذا الملف متاعنا تيست 1. بالطبيعة هو باش يتحللنا، إذا كان نحبو نحلوه على سطح المكتب باش يتحللنا بالوورد. إذا هاكا تحللنا الملف متاعنا بالوورد. باهي، نسكرو منه. باهي، نرجعو لسبورتنا. احنا التيست هذاك حاجتنا بيه مثلا النهار الاخر باش نعملو في الدرس باش نواصلو. اذا الملف نعمل فتح ونمشي نلوج على الدرس اللي حفظته امس. تيست تيست تيست، نلقاوه في الاخر هاكا، نعملو هكا ونجيبوه يرجع لنا في المتني على البرنامج متاعنا ونواصلوا الدرس متاعنا. اذا هذه السبورة رقمية كما تفهمنا باش تكون سبورة تجريبية، وعدد الايام المتبقية احنا بديناها من امس، كملت اليوم على الفيديو، مازالوكم 14 يوم. اليوم بحول الله نهبطها 14 يوم مجانية، تجربوها مجانية. اللي تعجبوا السبورة بالطبيعة حط لكم رقم الهاتف، وإلا حط لكم الايميل، وإلا في مجموعة روافد الإبداع والتجديد الرقمي في التربية والثقافة، وإلا على حسابي الخاص في الفيسبوك. نجموا تتواصلوا معايا بالطبيعة، نتفاهموا. سواء تحب تشري شهر، شهرين، 3، 4، 5، انت والمدة اللي حاجتك بيها، نتفاهموا في السعر ونعطيك المفتاح الجديد اللي خاص بيك باش يحل لك المدة اللي نتفاهموا عليها. اذا من هنا نسوي خروج. هل ترغبوا في المغادرة؟ نقولوا نعم. ان شاء الله نلتقي في عمل اخر رقمي بحول الله. الى ذلك الحين لكم مني اجمل التحية. نلتقي بحول الله.